السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. اكلتنا النهاردة جديدة وخفيفة ومش مكلفة. اكلتنا النهاردة عبارة عن الفراخ اهي اللي احنا كنا عملناها مع بعض، تمام، ومعاها كام قطعة بانيه متقطعة مكعبات. الفراخ دي متبلة بليمون وبابريكا او تندوري لو عندك، وفلفل وكمون. تمام، بتبلهم كويس قوي، وبتبل كمان قطع البانيه الصغيرة دي، بتبلها بنفس التتبيلة دي. وهقول لكم دلوقتي حالا هنعمل بيها ايه. طبعا زي ما احنا شايفينهم كده بنسيبهم شوية، نص ساعة مثلا في التتبيلة دي، بس ما بنحطش ملح. والناحية التانية اهو زي ما احنا شايفين بكون مقطعة طماطمية كبيرة، ومقطعة فلفل الوان اصفر او اخضر واحمر، يعني زي ما يكون عندك، وبصلاية متقطعة مكعبات. كل الحاجات دي هقول لكم هنعمل بيها ايه. هنا كده في حلتنا الجميلة زي ما احنا شايفين بحط شوية زيت وحتة سمنة، تمام. وبسيبهم ان هم يسخنوا كويس جدا جدا، وببتدي انزل بالفراخ. هنزل الاول بالقطع البانيه اللي احنا مقطعينها، وبعدين هنزل بالفراخ بتاعتي، وهبتدي ان انا اقلبهم كلهم في قلب بعض لحد ما يبتدوا ياخدوا لون. اول ما هياخدوا لون هقول لكم هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين اهو كده الفراخ اهي كلها بنزلها، وهبتدي ان انا اديها تقريبا كويسة. اهم حاجة ان الفراخ كلها تاخد لون وتبقي مفتحة الفراخ عشان ما تتركيش في التسوية. تمام، زي ما احنا شايفين اهو هنشل الفراخ دي بقى كلها في اي حاجة، وبعدين الحلة بنفس الزيت اللي احنا قلبنا فيه الفراخ هنزل بالمكونات بتاعتي دي اللي هي البصل والفلفل مع بعض والطماطمايه، وهديهم برضو تقليبه كويسه قوي بحيث ان انا ايه يعني يتبلوا شويه. تمام، وبعد ما يبتدوا ان هم يتبلوا هنزل عليهم بنص معلقه صلصه كبيره. تمام، بس طبعا قبل ما احط الصلصه هنزل بكام فص توم كده مفرومين عشان الريحه، وبقلبه اهو كله في قلب بعضه عشان خاطر يبتدوا ان هم يتبالوا مع بعض. وبعدين هبتدي برضو ان انا بعد ما عملتهم كده، اهم حاجة بس ان هم يتقلبوا كويس قوي قوي قوي، علشان خاطر انا ببقى محتاجاهم ان هم انا ببقى محتاجة ان هم يتبالوا خالص. تمام، وبعدين اهي بحط معلقة الطماطم بتاعتنا، وببتدي اقلبهم كويس جدا جدا. طبعا الطماطم بعد ما ببقى حطيت خلاص فص الثوم يعني. تمام، وبعدين ببتدي ان انا بعد ما قلبتهم كده كويس قوي على النار وخدوا تشويحه حلوه قوي قوي قوي، مش قادره اقول لكم الريحه ما شاء الله يعني. هبتدي ان انا اكون غاسله نص كيلو رز بسمتي او رز بلدي زي ما انتوا عايزين، زي ما انتوا بتتفضلوا يعني، بس انا بفضل فيها الرز البسمتي اكتر. تمام، هبتدي ان انا انزل بالرز البسمتي، بنزل بالرز بتاعنا كله، وابتدي ان انا اقلبه مع الخضار اللي انا حاطاه ده كله. بقلبه تقريبا كويسه قوي. اهم حاجه ان هو يا جماعه يعني يختلط كويس قوي بالخضار علشان خاطر يبقى الطعم حلو. زي ما احنا شايفين اهو اللون بتاعه بقى احمر وبقى جميل. هبتدي انزل عليه بواحده ماجي. الماجي بتدي طعم حلو قوي، بتدي نكهه حلوه قوي قوي في الاكل. وببتدي احط التوابل، بحط ملح وفلفل وكزبره ناشفه، تمام، وكمون، وبحط الملح بتاعي، وبقلب بقى كله في قلب بعضه مع قلب الماجي بتاعي، وببتدي ان انا اقلبهم كلهم مع بعضهم. وبعد ما بيتقلب كويس قوي 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 ببتدي انزل عليه بالميه. بعد ما قلبته كويس ببتدي ان انا انزل عليه بالميه، تمام، لحد ما الميه بتعدي الرز وبتعدي الخضار اللي موجود. بقلبهم كويس، وبعد كده ببتدي ان انا اجيب بقى الفراخ بتاعتي اللي انا
خدت التشويحة دي ببتدي ان انا احطها في قلب الحلة كده مع الرز والخضار ده، برصها كويس. اهم حاجة ان الحلة تبقى واسعة علشان تكفي الفراخ والمية تطول الفراخ، يعني اهم حاجة عشان خاطر تستوي كويس. تمام. وبعدين بروح حاطة الفراخ اللي انا مقطعها مكعبات دي، وببتدي اقلبهم اهو كله في قلب بعضه. وبعدين ببتدي ان انا اغطيها واسيبها على النار. اول ما بلاقيها ان هي بدأت تغلي بروح موطيه عليها النار كويس جدا. وهي شكلها بعد ما استوت. دي يا جماعة فراخ اسباني بالخلطة، تمام، مع الرز بالخضار. يا رب تبقى الوصفة النهاردة خفيفة وعجبتكم وتكون جديدة، واتمنى ان القناة تكبر بيكم، ولايك وشير للقناة، ودعواتنا لكل امواتنا واموات المسلمين اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. اكلتنا النهاردة جديدة وخفيفة ومش مكلفة. اكلتنا النهاردة عبارة عن الفراخ اهي اللي احنا كنا عملناها مع بعض، تمام، ومعاها كام قطعة بانيه متقطعة مكعبات. الفراخ دي متبلة بليمون وبابريكا او تندوري لو عندك، وفلفل وكمون، تمام. بتبلهم كويس قوي. وبتبل كمان قطع البانيه الصغيرة دي، بتبلها بنفس التتبيلة دي. وهقول لكم دلوقتي حالا هنعمل بيها ايه. طبعا زي ما احنا شايفينهم كده بنسيبهم شوية، نص ساعة مثلا في التتبيلة دي، بس ما بنحطش ملح. والناحية التانية اهو زي ما احنا شايفين بكون مقطعة طماطمية كبيرة، ومقطعة فلفل الوان اصفر او اخضر واحمر.